أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى حوار فرانس 24 من باريس مع السيد أحمد الزفزافي، والدي ناصر الزفزافي الناشط المغربي المعتقل في حراك الريف بشمال المغرب. سيد أحمد الزفزافي، أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. أهلا وسهلا. وفي بداية الحديث يعني أشكر استضافة هذه القناة لي، وشكرا. أشكرك، مرحبا بك. أردت أن أسألك أولا وأبدأ معك بجولتك الأوروبية، ما تفاصيل هذه الجولة وما الهدف منها تحديدا؟ جولتي عبر الديار الأوروبية هي يعني فقط ليست سياسية ولا من أجل الاستقواء أو الاستعداء أو من شيء من هذا القبيل، وإنما من أجل أبنائنا المعتقلين في المغرب، من أجل إطلاق سراحهم. نحن نستجدي في الحقيقة، نستجدي بالآخذين بناصيتنا في المغرب، ونستجدي من المؤسسات الدولية، لأن أبناءنا في المغرب معتقلون، فمن أجل أبنائنا سنفعل كل شيء. مؤتمرات صحفية في داخل فرنسا، في بروكسل أيضا، نتحدث عن دعوة من قبل لجنة الخارجية للبرلمان الهولندي. ماذا عن هذه الدعوة تحديدا؟ كيف تمت؟ الدعوة تمت من طرف نائبتين، الأولى نائبة في البرلمان الأوروبي والثانية في البرلمان الهولندي. فاستضافتني النائبة الهولندية في مقر البرلمان الهولندي لشرح معاناتنا، معاناة العائلات، معاناة المعتقلين. فنحن لابد علينا أن نبلغ معاناتنا إلى كل من يهمه الأمر، سواء وطنيا في المغرب أو دوليا. ما الذي طلبته تحديدا من مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف؟ لم أطلب شيء إلا مساعدتنا في إطلاق سراح أبنائنا الذين لم يفعلوا شيئا، الذين خرجوا في مسيرات سلمية، الذين يعني فعلوا ما لم تفعله حتى بعض الدول العريقة في الديمقراطية. خرجنا بمسيرات، ليست مظاهرات في الحقيقة، بمسيرات ووقفات يعني في منتهى الرقي الحضاري، بحمل الشموع وحمل الورود، فقط لأجل ماذا؟ لأجل مطلب اجتماعي محض. تساؤلات كثيرة سيد أحمد الزفزافي أثيرت حول من مول حملتك الأوروبية هذه. ثمة نقاط استفهام كثيرة حول هذا الموضوع. أولا، حملتي لم تمول ماديا. حملتي لدي هنا في أوروبا عائلات وعائلات وعائلات، فأنا لا أقول أن حملتي مولت، وإنما استضافني بعض نشطاء تنسيقيات مجتمعية في أوروبا فقط. أما يعني لأن لكي لا يقال أن ما يقال حاليا عني في المغرب من طرف بعض الإعلام الرخيص الدنيء الخسيس، يقال عني أنني جئت إلى أوروبا لجمع الدعم ولتهريب أبنائي، يعني حتى أنا مش لتهريب أبنائي، البحث عن بطاقات إقامة. هذا هو، وأنا لم أبحث عن شيء من هذا القبيل. أنا سأبقى في وطني وسأموت في وطني. الذين يتكلمون عني بهذا الشكل هم الذين يريدون الخروج من الوطن،
وإن لم أقل خرجوا بلغة مجازية. البعض لا ينظر بعين الرضا لهذه الحملة الأوروبية. يقول البعض: هل كان ولا بد من تدويل هذه القضية بهذا الشكل سيد أحمد الزفزافي، خاصة أن المسطرة القضائية مستمرة في المغرب؟ ولكن من الذي حفز الأمر على أو الموضوع على تدويله؟ لست أنا. الذين اعتقلوا أبناءنا وعذبوهم تعرضوا للتعذيب وما زالوا يتعرضون للتعذيب، الذين وزعوا على سجون المغرب في تاونات، فاس، تورير، الناظور، تازا، كذا. فهؤلاء يعيشون معاناة جد صعبة. البعض اعتبر الأمر محاولة لي ذراع للسلطات المغربية والتأثير حتى في سير القضاء. يا أخي، من أنا حتى أولي ذراع دولة بكاملها بجلال قدرها وبقيمتها وقامتها، حتى أولي أنا ذراع الدولة؟ ألم يكن هذا نوع من التغليط، نوع من قلب الحقائق؟ فأنا لست إلا شخصا أبسط مواطن داخل جغرافية المغرب، حتى لا يقال عني هذا. أنا لست شيئا، أنا إنسان شيخ هرم، بلغت من العمر عتية، بلغت 75 سنة من عمري. عن أي لي؟ نعم. وتصر على أن التهم بحق ابنك ورفاقه باطلة وملفقة. هناك نص قرآني يقول: فأتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن كان هناك برهان سأقف إلى جانب البرهان، وإن لم يكن هناك برهان سأقف إلى جانب ابني. وإلى حدود اليوم لم يأتوا ببرهان أو بحجة أو بدليل فأنا مع ابني. لما لم تنتظر ليس كلمة مع ابني القضاء فقط. النهائية؟ نعم. لما لم تنتظر كلمة القضاء النهائية بكل صراحة؟ يا أخي، الإنسان عندما يخرج في مسيرات يقرها الدستور المغربي والقانون المغربي وكذا، مشرع المغربي أقر المسيرات الاحتجاجية. الرئيس الفرنسي جاء إلى المغرب وقال بالحرف أن جلالة الملك محمد السادس يقول الحق لهؤلاء الشباب أن يحتجوا. إذن من هناك وراء جلالة الملك؟ من يتصرف بهذه العقلية حتى يعتقل الجميع؟ والاعتقالات ما زالت إلى حدود الساعة، مش إلى اليوم، إلى حدود الساعة. فنحن لا نريد من دولتنا إلا شيء واحد، وهو تلبية الملف المطلبي. نحن نريد الاستشفاء. أنا ستة من عناصر من عائلتي ذهبوا ضحية السرطان. أخي، زوجتي حاليا تعاني من مرض السرطان. ألا يحق لنا، ألا يشفع لنا ما نتعرض له؟ يعني منطقة الريف هي الأكثر تعرضا لمرض السرطان نتيجة الحرب الكيماوية التي أمطرنا بها من طرف القوات الاستعمارية. نعم. سيد أحمد الزفزافي، كثيرون عابوا عليك خلال مؤتمراتك الصحفية في أوروبا رفع راية غير راية الوطن المغربي، واعتبروا أن الأمر ترسيخا لفكرة النزعة الانفصالية التي اتهم بها في مرحلة ما حراك الريف. لما ذلك؟ سيدي الكريم، أنا لم أرفع الراية، تلك الراية. أنا أحاسب على ما أقول ولا أحاسب على ما يفعل الآخر. لا، ولكنك شاركت في هذا المؤتمر الصحفي وكانت هذه الراية موجودة. شاركت، ولكن لا يحق لي أن أفرض عليهم رأيي، لأنهم هم الذين أنجزوا هذا. فأنا إنسان جئت لأقول كلام سلمي، كلام يعني
نحن سلميين ومسالمين، نحن في الريف سلميين ومسالمين. أما تلك الراية، فتلك الراية إن جئنا أن نتحدث عنها فهي راية العزة والكرامة، الراية التي أنشئت سنة أثناء حرب الريف التحريرية، فتحت لوائها أنشئت ملاحم عزة للمغرب وكرامة للمغرب. فزعماء التحرر في العالم استلهموا تلك المقاومة التي أنشأناها نحن. لست أنا وإنما الأجداد والآباء. زي. نحن